الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا سمر من قناة بنوتة منيوية. اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. بعتذر عن لكل المشتركين عندي وكل اصدقائي وحبايبي ومتابعيني عن عدم ردي عن اي اشعارات. معلش انا كنت تعبانة جدا فما كنتش بقدر ان انا ارد عن اي او على اي اشعارات. بعتذر جدا. واتمنى ان شاء الله انكم تسامحوني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو عن غدانا. النهارده هنعمل بطايه مع صينيه بطاطس في الفرن. هنعملهم مع بعض وهنكمل مع بعض باقي غدانا وهنشوف هنعمل ايه بالظبط. بس هنبدا الاول هناخد المقادير. عندنا هنا بطايه، عندنا بصل مقطع جوانح وطماطم مكعبات، او اذا كنتي حابه ان انت مثلا تقطعيهم الاتنين جوانح لك مطلق الحريه. عندنا هنا بطاطس، وعندنا هنا فلفل اسود طبعا مع التوابل الخاصه بماما، وعندنا هنا كمان زنجبيل، وعندنا ملح، وعندنا هنا الخلطه اللي احنا عملناها قبل كده لتتبيله الفراخ. طبعا احنا هنبدا مع بعض. الاول هناخد البطايه دي. طبعا احنا دهنينها كده فلفل اسود وحاجات كده، فعلشان نحطها كمان تاخد نص سوا في السليق، وبعد كده او هنسلقها نص سوا، وبعدين هندخلها في الفرن تاخد سواها او العناخ. طبعا هنحط من تحت الفرشه اللي احنا اتعودنا عليها او الفرش اللي بنحطه. هنا هنحط البطاطس والطماطم مع شويه تتبيله، وكمان هندهنها بالتتبيله الخاصه بالطيور واللحوم، وبعدين هندخلها الفرن طبعا وهنعمل صينيه البطاطس مع بعض. هوريكم ازاي. بس الاول هنحط البطايه في الميه تاخد نص سوا، وبعد كده نطلعها. شوفوا كده يا بنات، دي بعد ما خلصنا صينيه البطاطس. طبعا بتحطي بصل وطماطم في الارضيه، وبعدين عفوا بطاطس، وبعدين بتحطي بصل وطماطم تاني، وبتتبلي طبعا وتملحي حسب رغبتك. طبعا احنا حطينا برده من الخلطه اللي هي دي، حطينا منها للبطاطس. هنحطها طبعا هندخلها حاليا الفرن على درجه حراره متوسطه. بعد شويه بعد ما تبدا تغلي هنوطي النار عليها وهنسيبها لما تستوي في الفرن، وبعدين نوريكم المرحله اللي بعد كده. بنات كده احنا حطينا البصل وحطينا الطماطم وحطينا دكر البط كده زي ما انتم شايفين، ودهناه بالخلطه اللي احنا عملناها، وحطينا له سمنه، وطبعا زودنا البهارات. هنحطه دلوقتي في الفرن يكمل سواه، وبعد ما يطلع نوريه. شوفوا يا بنات، هنا انا عملت بحمر شعريه علشان اعمل جزء منها شوربه شعريه، والجزء التاني هعمله مع الرز. طبعا انا هضطر ان انا افصل الفيديو علشان انا بصور وبشتغل مع بعض. شوفوا كده يا بنات، البط بعد ما طلع طبعا من الفرن زي ما انتم شايفين كده شكله. وهنا عندنا صينيه البطاطس بعد ما طلعت عندنا من الفرن زي ما انتم شايفين شكلها تحفه خالص. طبعا هستنى باقي الاكل لما يستوي ونغرف مع بعض. شوفوا يا بنات، هنا بعد ما خلصنا طبعا احنا عملنا سلطه خضراء زي ما انتم شايفين، وهنا الرز بعد ما غرفناه رز بشعريه، وهنا كمان عندنا دكر البط زي ما انتم شايفين كده اهو، وهنا عندنا صينيه البطاطس طبعا احنا غرفناها، وهنا عندنا الشوربه اللي احنا عملناها. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى لكم مشاهده ممتعه. اعذروني يا بنات اني ما كنتش قادره ان انا اتواصل مع كل المشتركين عندي، كل اصدقائي وحبايبي ومتابعيني. اتمنى لكم ان شاء الله اوقات سعيده. وما تنسوش يا بنات الاكل ده يا بنات ينفع كويس جدا لسفرة رمضان. طبعا السفرة هتبقى سفرة رائعة جدا وهتكون سفرة مميزة. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اتمنى لكم اوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.